وقعت لي مصيبه اللي كرهتني في كوريا واللي يجي منها والناس ديالها تدير الوحده بحال هكا، حيتاش غادي تمرمدوا وغتكرهوا راسكم وغتكرهوا السفر بحال الحبس كتنعسوا في الارض. ما يمكنش. شحال ضرني خاطري مع البوليس جايين داينهم شويه بقاو يديروا لهم المينوط سبحان الله. كما كنجي نصور فيديو كتخسر لي هذه القصه. اليوم غادي نهضر لكم على اي حاجه كتعلق بكوريا، ولكن قبل من هذا الشيء كامل غادي نقول لكم الا كان مثلا كنتو غير هازين التليفون وكتفرجوا في الفيديو، كنتمنى ما تفرجوش في هذا الفيديو دابا حتى تكونوا كديروا شي حاجه وديروا الليزيات، حيت الفيديو غيكون طويل. ديروا الليزيات و خصكم تسمعونوا فيه مزيان وتكونوا كتسمعوا وانتم كديروا شي حاجه باش ما يجيكمش الملل. اوكي ليتس جو. شوفوا هذا الفيو الزوين اللي انا فيه. راسكم خرجت غير باش نصور لكم الفيديو. فاول حاجه غادي نبداو بها، انا بزاف ديال المرات كنت ديما تنقول لكم سولوني وغادي نجاوبكم في يوتيوب، وديما ما كانش كيكتب سبحان الله انني نجاوبكم وندير فيديو، ولكن غنحاول اليوم نجاوبكم على كل شيء. فاول حاجه غادي نهز الميكرو هكا باش تسمعوني مزيان ونتاكد ان الصوت مزيان. فاول حاجه غادي نهضر لكم على كيتا. اللي غادي يمشي كوريا خصو ضروري كيتا، وكيتا هي فيزا الكترونيه للدخول الى كوريا. غادي نهضر لكم على كيتا ومن بعد غادي نوض نتمشى باش ما يجيكمش الملل. فكيتا كتدخلوا تعمروها في واحد لابليكاسيون رسميه ديال كوريا، ولكن من الافضل انكم تعمروها بالبيسي يعني باللابتوب ماشي بالتليفون. اوكي هذه كنظن كيديروها كاع الدول اللي خصهم الفيزا، وكتقام عليكم برخيصه. شوفوا سمعت شي فيديوهات تيقول لك كتقام ب1000 درهم ولا لا، هادو كلهم غير نصابين. كتقام عليكم غير بشي 85 درهم شي حاجه بحال هكا، على حساب واش العمله ديالهم طالعه ولا نازله. anyway كتعمروا فين غتمشي وعلاش غتمشي وشنو النوع ديال الفيزا، واش بغيتوه واش سياحي ولا خدمه ولا انفيتيشن ولا قرايه ولا كلشي. اوكي المهم كتعمروا فيه هاد الجميع هاد المعلومات، كتعمروا كتحطوا الا كنتو غتمشيو عند شي حد النمره ديالو. ولكن الحاجه والخبر المحزن، حيت في هذا الفيديو كاين بزاف ديال الاخبار محزنه وتقريبا انه هذا الفيديو محزن فهمتوا. ما كيوافقوش على المغاربه الا اذا كانت عندكم شي انفيتيشن من شي جهه، من شي فيستيفال، شي كلينيك، شي حاجه باغي ديروا شي حاجه في وجهكم. وانا غادي ننصحكم بزاف النصائح حتى في هذا الفيديو غادي ننصحكم بزاف النصائح، حيت فيزا ديال السياحه صعيبه بزاف. ونقولوا لي نفترض انهم وافقوا، واخا انهم راه ما غاديش يوافقوا لك كتبتوا فيزا سياحيه، ما غاديش يوافقوا. خصكم تطلبوا جوج المرات ابلاي جوج المرات، وكتخليو المره الثالثه كتمشيو للسفاره، حيت خصكم الا ما قبلوش لكم جوج المرات كتمشيو للسفاره وكتاخذوا الفيزا من السفاره. فغندويو اول حاجه الا ما قبلوكمش ومشيتوا للسفاره، حيت هذه هي اسهل حاجه. اوكي اسهل حاجه في الموضوع النفساني وفي الوراق وفي everything. اوكي فإلا ما قبلوكمش كتمشيو للسفاره، كيخصكم اما تكونوا كتقراو ولا كتكونوا خدامين. المهم هما زيروا بزاف صراحه، زيروا اكثر من اللي كانوا، فكيخصكم تكونوا خدامين. كتخلصوا اكثر من 7000 درهم، حيت نتوما عارفين الطياره كتكون غاليه ولوطيل كيكون غالي، كتكونوا خصكم تخلصوا اكثر من 7000 درهم في الشهر. ولا كنتو قاريين مثلا كتقراو، المهم خصهم شي دليل انكم نتوما غادي ترجعوا للمغرب وما غاديش تحرقوا، حيت بزاف ولاو كيديروا اللجوء. اوكي فهذه اول حاجه. يعني غير كتدخلوا السفاره كيقولوا لكم، وخصكم تاخذوا رونديفو من يعني موعد، كتاخذوا موعد من السيت ديالهم. انا نحطوا لكم هنايا، كنحط لكم السيت ديالهم هنايا. في السفاره كياخذوا 15 يوم باش كيجاوبوكم على الفيزا. النهار اللي كتمشيو فيه الموعد ديالكم في السفاره، الا كان ناقصكم شي اوراق ولا شي حاجه تيقولوا لكم سيروا جيبوها، وما كتضطروش تاخذوا موعد اخر من السيت. المهم هما تيقولوا لكم بقاش غترجعوا. اوكي في حاله الا، وهذه اخيب حاجه في العالم، وغادي نقول لكم حتى هادشي اللي وقع لي انايا اخر مره، حيت انا كنت كيدخلوا عندي بزاف د البنات والناس اون جينيرال حتى الدراري كيدخلوا عندي تيقولوا لي شنو وقع لهم في المطار، وكنت كنحاول ننصحهم، ولكن ما كنتش كنتوقع حتى لهذيك الدرجه. وانا غادي نعاود لكم كل شيء حيتاش وقعت لي مصيبه اللي كرهتني في كوريا واللي يجي منها والناس ديالها و everything. اوكي تعصبت. تقبلتو في كيطه. اوكي تقبلتو في كيطه، سواء انفيتيشن سواء اي حاجه، تقبلتو في كيطه من اول مره. اوكي باي ذا واي ما قلت لكمش الا تقبلتو في السفاره اللي خرجت لكم فيزا السفاره ومشيتوا لكوريا، ملي كترجعوا كتعاودوا تانغوجيستريو كتعاودوا تدفعوا الكيطه، شكون كيزغرت؟ لا قبل ليا خوتي، لا قبل ليا اي حاجه فيها النجاح. المهم فاش كتعاودوا تابليو
في هذاك الكيطه كيقبلوا غالبا، حيت مشيتوا ورجعتوا ما درتوش شي مشكل. اوكي، نفترض انهم قبلوكم ومشيتوا لكوريا. فاول حاجه كتكون التيكي غاليه، لوطيل خصكم تخلصوه، حيتاش الا درتو انكم شوفوا تقدروا ما تخلصوش لوطيل الا كنتو خديتوا الفيزا عن طريق السفاره، ولكن الا خديتوا الفيزا غير ديال كيطا خصكم ضروري تكونوا مخلصين لوطيل. والمشكله الكبيره انكم تقدروا تكونوا مخلصين لوطيل اللي هو غيقدر يكون اكثر من مليون، اوكي، وفي الاخير تمشي لكم هذيك المليون ولا شحال، غيمشي لكم كلشي، يمشي لكم الطياره وايفريثين الا هما رجعوكم للمطار. والا سولتوني واش كرجعونا من المطار، ياس كرجعوكم. غادي نعاود نرجع من هنايا حيت كاينين الناس بزاف وخصك نبقى نصور الوجوه، واخا غادي يبانوا مضبين. الا بغيتوني ندير لكم فيديو اخر على شنو الوراق اللي كيخصكم توجدوا الا بغيتوا تطلبوا الفيزا ديال السفاره، قولوها لي ندير لكم فيديو اخر فيه كلشي بالتفاصيل. دابا كنجيو للصراحه والجد يس هاد الكلمه اللي كتنطابق. المهم anyway انا مع الصباح ملي كتمشيو كتاخذوا اوتيل كتديو معكم البلانينغ، كتديو معكم الريزيرفاسيون ديال لوطيل ولا اير بي ام بي على حساب. انا كنت اخر مره خديت اير بي ام بي، اوكي. صراحه ملي كنت في كوريا كنت كناخذ اير بي ام بي حيت ما كنتش باغا ندفع الفلوس ديال هذاك اللي بحال الرهين، كتحطوا مثلا مليون ولا 2 مليون، ملي كتكونوا غتخرجوا كيرجعوها لكم. فانا ما كنتش باغا ندير القضيه، داكشي علاش خديت اير بي ام بي. فكتاخذوا الورقه ديال لوطيل ولا هذا التيكه ديال الطياره معكم، البلانينغ، وكتكونوا حافظينه حيت غادي يسولوكم. المهم anyway ملي كتدخلوا كتوصلوا غالبا ملي كيكون 99.9% ملي كيشوفوكم من المغرب معاك كدوزو كتعيط دير لوحده بحال هكا كم كيديوك لواحد البيت، غالبا تيكونوا فيه بزاف ديال الناس، بنادم كيشوفوا كتصور وكيبقى يغوت وجايين كيغنيو مورايا. المهم فكدوزو ديك الساعات ملي كتجلسوا كتسولكم علاش جايين، فين، كيفاش، علاش، منين، جميع الاسئله اللي ممكن تسولوهم. انا الصراحه 2 المرات ما دخلتش كاع لداك البيت، صافي كيدوزو كيطبعوك وصافي. المره الثالثه انا كنعاود لكم تجربه شخصيه اللي كنت كنسمعها ولكن ما كنتش عايشها باش نعطيكم شي نصائح منها، زعما منها تجربه، فهمت؟ باش نركز خاصني عرفتوا شنو غندير، غادي نمشي للقهوه وغادي نجلس وغادي نصور لكم، حيت هذا الموضوع كيحتاج ليه الهضره بزاف. انا جيت جلست هنايا باش صافي نبقى نهضر لكم ونعاود لكم كلشي وانا مركزه. اوكي، فاول حاجه كيدخلوكم لواحد البيت كيبقاو يسولوكم فين مشيتوا، فين جايين، علاش جايين، شنو الفيزا ديالكم، كتعطيوهم هذاك البلانينغ اللي قلت لكم، كتعطيوهم كاع دوك لي دوني ديالكم وكيسولوكم. نسيت ما قلتش لكم كيقلبوا لكم حتى المحادثات والتصاور اللي في تليفونكم، يقولوا لنا البلايص، يعني خصكم هذاك البلانينغ اللي كتبتو تكونوا حافظينه، خصوصا اللي كنتو جايين سياحه. خصكم ضروري تعرفوا بلايص. نتوما جايين وما عارفينش ما دايرينش بلانينغ زعما برنامج، ما يمكن. الا كنتم معيط لكم شي اجونس، شي فيستيفال تعيطوا ليهم، خصكم قبل تقولوا ليهم ردوا البال مع التليفون، حيت ممكن يعيطوا لكم في الهجره ويسولوكم. خصهم ضروري يجاوبوهم، الا ما جاوبوهمش بقيتوا تما كيدخلوكم كيخرجوكم من هذاك البيت وكيدخلوكم لبيت اخر وكتبقاو تسناو تما. صراحه ما كاينه كونيكسيون، يعني كتقدروا تهضروا، كتقدروا تعيطوا لصحابكم، تعيطوا لشي حد اللي بغى يعاونكم ولا اي حاجه. ايوا المهم غنقول لكم بزاف د الحوايج خصكم تكونوا موجدين شنو غتقولوا. هادشي علاش انا تنقول الصراحه، الا كان عندكم الدليل على انكم غادي ترجعوا للمغرب، يعني مثلا خدامين ولا كتقراو ولا عندكم شي انفيتاسيون من شي حد هكاك، غادي تكون سهله عليكم. اما انكم اذا شديتوا كيطه من الاول غادي يمرمدوكم بالعربيه تاع العربيات، غادي يمرمدوكم. شوفوا انا ديجا سكنت في كوريا ودخلت لكوريا وكل شيء، ومع ذلك شدوني اخر مره. عرفتوا ما بغيتش انني نقول شي حاجه خايبه، حيت ما بغيتش ما عرفتش نجبد عليا المساكين، ولكن حريه شخصيه انني نقول كرهتهم. ما عرفتش شنو غادي نقول، ما عرفتش قداش شي حاجات اللي نقدر نقولها وما تكونش عليا مشكل، ولكن نتوما كنظن غادي تكونوا فهمتوني. عرفتوا راه ما يمكنش. تخيلوا غادي نقول لكم كلمه واحده غادي تحسسكم بهذاك الشيء اللي انا باغا نقوله وما قادراش نقوله، فهمتوا؟ تخيلوا نتوما باغيين تهضروا ياك بنات، شي واحد كيجي يسولك اوكي باغا انت تهضري تعبري، وبنادم جايتي يدير لك اش بحال هكا. نتوما انت سولتيني علاش اي حق غادي تقولي لي اش ولا بحال هكا. اختصري قولي ما تدويش بزاف، ما كدوي بزاف.
كتعطي الدليل مثلا، كتعطي الدليل لا بغينا دليل واحد اخر، لا ما بغيتش، عرفتوا هاد ناري ما يمكنش ديال ما بغيتش سطح راسك مع السما مع الارض، ماشي سوقي. خلصتي لوطيل مزيانه فيك، مزيانه. خلصتي لوطيل، خلصتي الطياره، جيتي 20 ساعه 24 ساعه 30 ساعه 100 ساعه، ماشي سوقي. تخيلوا دوك، تخيلوا شي حد بحال هكا مسموم علاش حيت كاينين تيقول لك اوكي. عرفتوا انا قلبت قال لك حكا ما خصناش نقولوا هذيك الكلمه ديال عنصريين ولا شي حاجه. علاش؟ حيت كاينين زعما شي دول ضروري خصهم يشددوا معاهم، ولكن انا تنقول راه كل شخص كيبان لك. واش كيبان لك الشخص اللي جاي ناوي انه يدير لجوء، او بعدا غيجوا عندكم ويقول لكم ناويين ديروا لجوء، ياكو ناويين ديروا لجوء. عرفتي بحال هذاك انا كنسمع دوك البرامج بزاف ديال اللي كيكونوا الجرائم وداك الشيء، وتيبقاو تيقول لك كيبقاو معاهم مثلا 6 سوايع ولا 10 سوايع، هو ما كيستجوبوا فيهم حتى كيصدق مسكين، كيصدق كيقول شي جريمه هو ما دايرش، وتيقول غير باش نخرج بحالي. فهمتوا بحال هكا كيديروا، تيقولوا لك باغي نديروا هذه ياك درتي هذه ياك قولي درتي متاكده، انا عاود نسولك انا عاود كيشككوكم في راسكم. فهمتوا؟ وتخيلوا كاين بامكانهم عندهم كامل الحريه انهم يرجعوكم. تخيلوا رجعوكم، كتكونوا نتوما جايين فرحانين، جايين خاسرين 5 المليون ولا 6 المليون، جايين بها شاريين داكشي، شاريين بزاف د الحوايج، وكيديروا لكم هذا التحقيق. عرفت واحد التحقيق، كاين الناس اللي كيدخلوا من داك الشومبر الاولى، الروم الاولى، كيدخلوا وصافي كيخرجوا صافي، تيعيطوا لشي حد مثلا لهذاك لاجونس ولا شي حاجه، ولا كيقتنعوا صافي، قال لهم راسهم نتوما وحدكم. شي وحده الا جيتو فيها مسمومه زي مسرات سعود بلا ما نقول هذيك الكلمه anyway، كتقول لك ما بغيتش. عرفتوا ديك ديال ما بغيتش المهم سينو تقدر تقتنع وصافي. كيديروا اتصالات ديالهم هذاك الشيء، كيمرمدوك واحد الساعتين 3 السوايع ديال التمرميد. هادشي في الشومبر الاولى. الا مشيتوا للشومبر الثانيه عندكم 70% غتقدروا تدخلوا. وانا نقول لكم واحد البنت كانت تما كاينه هنديه، اوكي، فهنديه ساكنه في روسيا كنظن، عاودت ليا حيت كنا جالسين كنتعاودوا، وعاودت ليا شنو واقع، وغادي نقول لكم بالتفصيل. وعلاش انا كنعاود لكم هذا الشيء؟ باش تردوا البال. والا كنتوا اول مره مسافرين وغير باغيين تمشيو تسافروا سياحه، اما تمشيو للسفاره، اولا غتشوفوا شي فيستيفال، شي عياده باغيين ديروا شي حاجه لوجهكم، شي تريتمنت لوجهكم، شي تريتمنت للبالي ديالكم، شي حاجه بحال هكا، عاد تمشيو. ما تقولوش غادي تمشيو سياحه، حيت غادي تمرمدوا وغتكرهوا راسكم وغتكرهوا السفر وغتكرهوا علاش اصلا نتوما جيتوا ركبتوا الطياره وخسرتوا الفلوس وبزاف د الحوايج. anyway، فهذيك البنت الهنديه عاودت ليا قالت لي ديجا هي جايه هي وراجلها خلاو يدخل، تخيلوا، وهي ما خلاوهاش تدخل تخيلوا. المهم صدق راجلها قال لها اتس فاين، انا غنبقى معاك، وعندهم نيسه صغيره باي ذا واي. يعني تخيلوا كيشوفوا عندهم بيبيه صغيره مسكينه كتبكي، وقالوا لهم قالوا ليه بغيتي ترجعوها معاك حيت هو عنده شي حاجه جاي يديرها، ولكن هي باغا تجي معاه. المهم ما عقلتش بالضبط. فعاودت ليا قالت لي ديجا واحد المره شنو داروا ليها، قالت لي كيدخلونا لواحد الشومبر، هذيك الشومبر كتكون بحال الحبس، كتنعسوا في الارض. قالت لي كانت بنتي كتبكي، كياسين كيضحكوا، وكان الليل وطافيين الضو، ما كاين حتى شي ضو. قالت لي واخا هكاك داوها لواحد الشومبر، الشومبر وحده اخرى صغيره باش ترضع بنيتها وداك الشيء. قلت لها واش كاينين معكم الدراري وبنات؟ قالت لي نو، كاينين بنات بوحديتهم الدراري بوحديتهم. قالت لي واحد النقطه مهمه بغيت نقولها لكم، اللي كيدخل لهذيك الشومبر كيعطيوهم استئناف زعما تيقول لك استئناف لا ما عجبكش وداك الشيء وهذا، وكتبي الطلب ديالك وكذا كذا كذا. ولكن من الافضل هادشي قالت لي ندمت انه زعما قبلات وهي وبنيتها مسكينه، قبلات انها تدخل لهذيك الشومبر. قالت لي حيت اللي كيدخل اصلا كيرجع غير كيديروا زعما غير باش يعطوك يبينوا لك انهم عطاوك الحق ديالك في انك ترفضي، كيديروا لك هكاك، ومن بعد ملي كديري الاستئناف ما كيتسوقوش لك اصلا صافي. فهمت؟ فكاين اللي كيدير محامي تما كاينه باش يدخل، ولكن ما كيدخلوش، يعني سدت مدام زعما. فهمت؟ صافي. وتخيلوا كاينين الناس اللي ما بغاوش يرجعوا للبلاد ديالهم، ما عرفتش الصراحه شنو الاصل ديالهم. كاينين الناس ما بغاوش يرجعوا للبلاد ديالهم وبقاو تما. تخيلوا ساكنين في ديك لا شومبر اللي دايره بحال الحبس، ساكنين تما كاينه شهر شهرين 3 شهور. تخيلوا بحال كانوا وقيلا ناويين يجيو يديروا لجوء وجلسوا تما كاين. فقالت لي من الافضل الا شي واحد وقفوه بحال هكاك وبغاو يديو لديك الشومبر ويقولوا ليه صافي منعناك من الدخول، دير استئناف،
من الاحسن يمشي صافي، يمشي في حاله، فهمتوا؟ هو فراسكم واحد الحاجه، هذه قالتها لي واحد المتابعه ديالي في انستغرام. دخلت قالت لي اختي اشنو طرا ليا وخايفه تعاود تمشي عاوتاني مره اخرى. علاش؟ قالت لي تخيلي انهم حسوها بحال شي وحده دايره شي جريمه، ركبوا معاها خداو لها الباسبور ديالها. اوكي، ما كيعطيوكمش باسبور باش تمشيو لشي بلد ثانيه، نو. حتى انا هذاك الشيء كان كيسحبني زعما صافي ما كيبغيوش زعما صافي يقرروا انهم ما يدخلوكمش لكوريا، ولكن كتقدروا تاخذوا الباسبور ديالكم باش تمشيو لشي دوله اخرى. نو، ما كتقدروش تمشيو لشي دوله اخرى، كياخذوا لكم الباسبور ديالكم. عرفتوا انا ملي قريت هذا الشيء جاتني الرعده وزدت كرهت كوريا. زدت كرهت اكثر ما انا كرهتها انا بداك الشيء اللي دوزوا عليا في المطار، وكرهتها لعم الله كون داروا لي بحال هكا. كره انا كنت غادي نقول واحد الكلمه وانا نحشم anyway الناس كيشوفوا فيا وكيمشيو معاهم كيدخلوهم حتى للطياره، كيوصلوا عليهم شي حد كيعطيوهم الباسبورات ديالهم، وهذاك الحد كيوصلهم في المطار. تخيلوا في المطار ديال قطر ولا ديال دبي ولا على حسب الطياره اللي مشيتوا معاه، كيوصلهم حتى المطار، ومن المطار كيتمشى معاهم حتى كيوصلوا للطياره الاخرى وكيتسنى معاهم وكيركبهم للطياره اللي غادا للمغرب. وفي المغرب ما تعطوهمش الباسبور ديالهم. تخيلوا التمرميده كامله. تخيلوا في المغرب ما تعطوهمش الباسبور ديالهم، كيدخلوهم البوليس كيديوهم من الطياره. ما يمكنش شحال ضرني خاطري وما توقعتش، حيت انا كنت ديما كنشكر كوريا وكنشكر الناس في كوريا بلا 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 بلا. داوهم لواحد الشومبر مع البوليس جايين داينهم شويه، بقاو يديروا لهم المينوط. دخلوا لديك الشومبر، دخلوا لهم التحقيق فين علاش شنو داروا لكم في كوريا. ولكن واحد الحاجه اللي زوينه قالت لي، قلت لها واو، كنتمنى يديروها ان هذوك قالوا لي خصنا نبقاو نديروا لهم حتى هما بحال هكا، حيت كيمرمدوا لينا ولاد بلادنا وبنات بلادنا وكيرجعوهم. خصنا حتى حنا نديروا شي قانون، ولا على الاقل نبداو نديروا لهم نفس الحاجه، نبقاو نسولوهم وداك الشيء، وفي الاخر نخليهم يدخلوا، حيت حنا كنمجدوا البراني على راسنا. فكنتمنى هذا الشيء يوقع. كنتمنى حيت الا نتوما غادي تعطيو الفيزا من الاول ما تعطيوهاش، من الاول ديروا الفيزا بحال شينغان، ولا ما عرفت انا واش شينغان وداك الشيء حتى هما كيوقفوا. انا صراحه سافرت ما خليت بزاف البلدان سافرت لهم، عمرهم ما وقفوني، عمرهم. حيت دام الشخص ما فايتش الفيزا ديالو، ما دارش شي حاجه غير قانونيه، ما قاتلش، ما دارش شي جريمه، ما كاينش علاش توقفوا. صافي ما كاينش علاش توقفوا. زائد سماعهم على وجوههم زعما. ذاتس واي كنت نقول لكم انا ديما في الفيديوهات ما تمشوش لابسين دايرين شكاره وباينين انكم ما عندكمش الفلوس، ديما بينوا انكم عندكم فلوس. وقفوني بقاو كيسولوني، ما عرفتش هذيك اللي جات معايا بقات كدير فيا بحال هكا، ما عرفتش حسداتني حتى انا، بدات كدير ليا اش كتخنزر فيا وتطلع فيا وتنزل بحال انا. قالت لها شي حد الله يسر باغا تخرج مني الهضره شي حاجه، بغاني ما عرفتش واش باغاني نقول انايا درت شي حاجه في كوريا، ما تعاوديش الله يرحم باك تدخليني ولا ما عرفتش الصراحه والله، ولا تكون شي متابعه غيوره مني. المهم اللي غادي نقول لكم من هذا الفيديو انكم، فانا ما عرفتش علاش كنتمنى انهم يحيدوا الفيزا ويخليوا الفيزا ديال السفاره. صافي ذاتس اول. يعني اللي خدا الفيزا من السفاره ما غاديش توقفوا، حيت حشومه بزاف انه كون كانوا 4 سوايع بحال تركيا ولا هذا كان اتس فاين. ولكن حشومه الناس، عرفتوا الناس راه كيدخلوا عندي كيكتبوا لي شي ميساجات على كوريا، راه ما يمكنش زعما اللي ما عمره ما سافر، ما عمره ما خرج من المغرب، ما تمشيش لكوريا اول مره، عندك وديروا هذا الخطا وتمشيو لكوريا اول مره. ما عدا كنتو غتقراو ولا غادي تزوجوا، ذاتس اول، ولا عندكم شي حاجه كنتو غديروا شي اجراء في جسمكم ولا في وجهكم ولا هذا اللي غتمشيو، مستحيل مليار في المية انهم يوقفوكم. فالسؤال الاخير اللي كل شيء كان كيسولني صراحه جوج ديال الاسئله غنجاوبكم عليهم دابا، الا بغيتوني نتعمق في الجواب نقدر ندير لكم فيديو ثاني. السؤال الاول هي انا واش مشيت نقرا؟ انا ما مشيتش نقرا، ما مشيتش للزواج، انا مشيت باش نصور. خديت فيزا ديال انفلونسر، فيزا ديال صانعه محتوى من السفاره، ومشيت باش نصور السماكينه وعجبتني وبقيت السماكينه كنصور بلا بلا بلا، فهمتوا؟ كنصور لكم وكذا كذا كذا. يعني انا ما مشيتش قرايه ولا هذا، يعني بالنسبه للقرايه انا ما عندي حتى شي فكره. والسؤال الثاني هو على كلكم كتسولوني على الدراري الكوريين واش يصلحوا ولا ما يصلحوش. اول حاجه الصراحه هذا الشيء خصو تسولوا لشي وحده اللي مزوجه تما، مهم. ولكن انا بما انني كنبحث بزاف، انا انسانه كنبحث، فكنت كنبقى ندخل لهذاك ريديت، كندخل ملي كنخرج مثلا ولا كندير كوفي مع البنات اللي عايشين تما كاينه سنوات، او اللي كانت مزوجه وطلقات ولا اللي مزوجه. شنو كيقولوا لي هو انه اغلب الكوريين ماشي بحال اللي كنعتقدوا،
ولا بحال اللي كنشوفوا في الكي دراما وداكشي. نقدروا نكونوا يكونوا بعض من الكي درامات بصح اللي كيبانوا لكم هذوك اللي كيبانوا لكم سايكوبات واللي كيبانوا لكم مسطين شويه، هذوك اللي بصح بصح هذوك بصح. عرفتوا راه نقدر نحط لكم السميه ديال ريديت اللي كنقرا فيها داكشي باش نتوما تمشيو تقراو فيها داكشي. شي قصص طراو البنات جراو عليهم تخيلوا بسبب كوريين يخرجوا من المدرسه، بسبب كوريين خرجوا تمنعوا من ما يدخلوا من كوريا. كاين اللي كل نهار كيضربها، كاين اللي كل نهار كيجيب ليها صحابو، تخيلوا كيجيب ليها صحابو راه نتوما عارفين. كاين اللي شدها دا ليها ولدها وجرى عليها. كاين اللي قال لها سيري للمغرب، خلص لها التيكي وجات للمغرب وكل شيء وما عندهاش فيزا ديال الزواج، قال لها مثلا سيري قادي الفيزا ومشى هضر هو مع السفاره وكذا 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 باش هي تبقى تما وهو يشفر لها البنت ولا الدري. راه واقيلا 1% اللي مزيان. تخيلوا واحد عطى لصاحبته غطاها بكابيشون ديالو ولا ما عرف شنو، لا غد ليه قال لها رجعي لي كابيشون ديالي ولا غادي نمشي ندعيك. والله العظيم عرفتوا راه شي قصص راه ما يمكنش داكشي علاش غنقول لكم توصلت لانه ملي تيكون انسان ماشي مسلم واخا يكون مقلب على الاسلام، واخا يكون يقول لك ما عرفت شنو انا وغادي نولي مسلم وداكشي ما تسيقيهش وبحيث بزاف واغلب 99.9 ديال الكوريين اللي يسلموا غير على ود ما عرفش شنو الاسلام، وما اصلا ما عندهمش دين، ما كيعترفوش بالله، ما كيعترفوش بحتى شي حاجه. يعني قالوا صافي انا باغي نتزوج بهاد السيده وغتكون ديالي وغنتحكم فيها وما عرفتش شنو. صافي غنقول لها انا غادي نولي مسلم وصافي. اغلبهم ما كيصليوش ما كيصوموش ما حتى حاجه، كياكلوا الخنزير كياكلوا everything. فاصلا غتكون ولا كانت حملات البنت من بعد غادي تتورط حيت كيتعتبر هذاك الشيء حرام، وانك تزوجتي شي واحد اللي عرفتوا شنو هي ما كيعترفش بالله. يعني تقدروا تكونوا جالسين معاه هو تيعاير الله، يكون ولدكم يلاه كيكبر وهو تيقول ليه ما تصومش ما تصليش ما يحتاجش مثلا راه هذاك الله ما كاينش. تخيلوا وهما عندهم هذاك البلان ديال حيت الله ما كاينش كاين غير الكون، فإلا طرا شي مشكل خاصني انا ناخذ حقي بيديا. يعني كاين واحد القانون ديالهم تيقول انه يقدر الا كان شارب تيتخفف عليه الحكم، فهو يقدر يمشي ويشرب ويجي ويسلخك بالعصا ولا يضربك ولا يطن، فهمت؟ ولا حتى طن حتى ولدو ولا بنتك ولا ما عرف شنو، وصافي هو يتخفف عليه الحكم حيت مسكين هو كان شارب وما كانش بكامل القوه العقليه. فالصراحه انا كانت عندي في الاول واحد الفكره تنقول بالعكس غتاخذ الواحد غياخذ الاجر وغيدخل هذاك الشخص للاسلام وكذا وكذا وكذا، ولكن من بعد حيدت الفكره نهائيا. عرفتوا ديال بصح ديال امبوسيبل انا نتزوج بانسان كوري امبوسيبل. المهم خلاصه الفيديو ان القانون في صف الشخص الكوري، اوكي، والهجره ليست في صف المغربي او المغربيه. هذه خلاصه الفيديو. وإلا كان عندكم اي تساؤلات كتبوها لي في لي كومونتير، وسمحوا لي طولت عليكم الفيديو ولكن كان خصني نخرج هذا الشيء اللي في خاطري. المهم وكاينين شي مفاجات اخرين، ولكن ما غاديش نقول لكم دابا حتى يوقعوا. نتوما الا كنتم متابعين ديالي اوفياء غادي تعرفوني انني ديما كندير مفاجات. حتى فاش كنت غادي نمشي لكوريا ما قلتش لكم انني غادي نمشي لكوريا، كنت نقول مفاجاه وما عمر شي واحد ما عرفني انني باغا نمشي لكوريا. فتهلاو في راسكم بزاف وكنبغيكم بزاف. عرفتوا طولت عليكم الفيديو، ما عرفتش شحال غادي يجي فيه من دقيقه، ولكن غتستافدوا بزاف حيت انا شفت بزاف البنات كيقولوا لي استفدنا بزاف من الفيديوهات. المهم anyway تهلاو في راسكم، كنبغيكم بزاف. باي باي.